بتلبس أكتر من كيلو دهب في الإيد الواحدة، عندها ملايين بالكوم وعربيات مش عارفة عددها وبودي جاردات وراها كأنها شخصية مهمة جدا. قصة صعود سما فيلر، عندها عيادات تجميل وعمرها ما عملت عملية بإيديها. إيه حكايتها وإزاي بقت نجمة سوشيال ميديا؟ وهل فعلا هي دكتورة تجميل؟ في زمن السوشيال ميديا بقى أي حد ممكن يصحى الصبح يلاقي نفسه ترند، بس مش كل ترند يبقى وراه حكاية واضحة، ساعات بيبقى وراه جدل وساعات بيبقى وراه علامات استفهام كتيرة. من أكتر الشخصيات اللي أثارت الكلام في الفترة الأخيرة كانت شخصية اسمها سما فيلر. القصة ابتدت لما فيديوهات ليها انتشرت على فيسبوك وتيك توك بشكل كبير. الفيديوهات دي كانت مختلفة شوية عن أي محتوى تاني، لأن سما كانت بتظهر فيها بشكل ملفت جدا، لبس فخم، كميات ضخمة من الذهب في إيديها ورقبتها وصوابعها، وعندها عربيات عددها كبير، وساعات حواليها عدد كبير من البودي جاردات واقفين جنبها كأنها شخصية مهمة جدا أو نجمة عالمية. المشهد ده لوحده خلى ناس كتير تسأل مين سما فيلر دي؟ هل فعلا هي دكتورة تجميل زي ما بتقول؟ سما كانت بتقدم نفسها على أنها طبيبة تجميل وسيدة أعمال، بتقول إنها بتدير مراكز تجميل خاصة بيها وبتعمل عروض للسيدات بأسعار تعتبر بالنسبة للبعض مغرية جدا. من أشهر العروض اللي كانت بتتكلم عنها عرض تجميل شامل للسيدات مقابل 1500 جنيه بس. العرض ده كان بيشمل حاجات كتير حسب كلامها زي الفيلر والبوتوكس وبعض الحاجات التجميلية، وده طبعا خلى ناس كتير تتساءل ازاي كل الحاجات دي كلها ممكن تتعمل بالسعر ده، وهل ده سعر منطقي فعلا ولا مجرد طريقة لجذب الانتباه والزباين. لكن الغريب في الموضوع ان رغم كل الفيديوهات اللي كانت بتنزلها عمر الناس ما شافوها وهي بتعمل عملية تجميل بايديها. دايما كانت بتظهر وهي بتتكلم عن العروض او بتستعرض المكان او بتصور الزحمة في العيادات بتاعتها وتنشرها على السوشيال ميديا، لكن التنفيذ نفسه كان بيقوم بيه اشخاص تانيين. بحسب كلامها هي كانت بتقول ان في خبراء متخصصين هم اللي بيقوموا بالعمليات التجميلية، وهي بتكتفي بإدارة المكان وتنظيم الشغل وبتاخد نسبتها من الشغل اللي بيتم. لكن مع الوقت طريقة ظهورها ابتدت تثير جدل اكبر، لان الفيديوهات ما كانتش بس عن التجميل، كان فيها استعراض واضح جدا للثروة. ده غير ان في بعض المقاطع كانت محاطة بعدد كبير من البودي جاردات وكانت ماسكة مسدس. والناس على السوشيال ميديا انقسمت لفريقين حوالين سما فيلر، فريق شايف انها مجرد سيدة بتحب الظهور والاستعراض وبتسوق لنفسها بطريقة مختلفة، وفريق تاني شايف ان الموضوع فيه مبالغة كبيرة واسئلة كتير محتاجة اجابات. القصة كلها بقت مثال واضح على ظاهرة بقت منتشرة جدا في عصر السوشيال ميديا، وهي السعي للشهرة السريعة بأي طريقة، لان دلوقتي بقى ممكن فيديو واحد يخلي اسم شخص مجهول يتحول لترند في ساعات. لكن في نفس الوقت الشهرة دي دايما بيبقى لها تمن، خصوصا لو وراها جدل أو أسئلة مش واضحة. وحكاية سما فيلر خلت ناس كتير تسأل سؤال مهم: هل السوشيال ميديا بقت فعلا طريق سريع للشهرة حتى لو الحقيقة لسه مش واضحة بالكامل، ولا ممكن في يوم من الأيام نكتشف إن ورا الترندات دي حكايات تانية خالص؟